انا عايزك تركز معايا كويس قوي. جايب لك 8 اسرار هيخلوك لما تروح اي انترفيو في شركه تتقبل بنسبه 100%. كل اللي عليك انك تركز في الفيديو وتكمله الاخر وتطبق ورايا بالحرف. اول واهم سر وهو انك تختار الوظيفه المناسبه كده احنا خلصنا من اول حاجه. تاني حاجه بقى مهمه جدا واغلب الناس بتطنشها، فلو انت نفذتها هتفرقك عن بقيه الناس قوي، وهي انك تاخد معاك شخص يدعمك وياخد باله منك. مش معقول يا ماما كل ما اروح مقابله شغل تيجي معايا؟ ايه في ايه يا حبيبي؟ مش عايزنا نطمن عليك؟ مضايقاك قوي مجي معاك؟ يوه بس خلاص بقى انا كبرت. بس بقى ما تقولش كبرت ولا حاجه. قول لي يا حبيبي مش عايز تعمل بيبي ولا حاجه قبل ما المدير يجي؟ لا مش مزنوق. كل مره بتقول لي مش مزنوق، كل مره بتقول لي مش مزنوق بيبقى عندك بيبي وتقعد عمال تترقص كده طول الانترفيو. عموما لو حسيت انك عايز تعمل بيبي قول لي وانا هاخد لك اذن من المدير. اوكي يا ماما. صدقني الشخص ده هينفعك قوي في الانترفيو، لانه هيرفع من شأنك قدام الشركه كلها وهيقعد يحكي عن انجازاتك. اشتغلت فين قبل كده يا احمد؟ اشتغلت ولا حاجه ابدا، لا شغله ولا مشغله، قاعد لي في البيت طول اليوم، لا شغله ولا مشغله وانا عمال اجري ورا اهمال بقى ايه ما اقولكش، هدومه مرميه في كل حته، سريره منعكش وياكل ويرمي. احمد عندك اي شهادات خبره؟ ايوه طبعا، خبره في البلاي ستيشن، خبره في الاستيميشن، خبره في الماستربيشن، انما يعني حاجه واحده تنفع ما يبقاش احمد ابن بطني. انا طبعا ما هو ده حقي. هينبهك وقت ما تغلط. قول لي يا احمد، شايف نفسك فين كمان 5 سنين كده؟ كمان 5 سنين شايف نفسي مكان حضرتك. اخرس يا قليل الادب يا سافل، هو انا علمتك كده تحط عينك في حاجه الناس؟ تالت حاجه بقى، لازم تبين نفسك فلحوص كده وفاهم كل حاجه اكتر من اللي قدامك، حتى لو انت مش فاهم حاجه اتفزلك. اسمك ايه؟ داد عبد المودود داد الله. عندك شهادات؟ ابن اختي عنديه الاعداديه. ملناش دعوه بابن اختك، المهم انت. انا ابن خاله. تحب تروح انهي سلاح؟ عايز الصراحه؟ طبعا نروح سلاح الطيران. اشمعنى؟ عشان اتدلى بالبراطوش. اسمه الباراشوت. امال انا قلت ايه؟ وايه كمان يا جد؟ واركب الطياره التفافه. قصدك الطياره النفاسه؟ امال انا قلت ايه؟ والطياره النفاسه تعرف عنها ايه؟ حمامه فريره هتسبق الصوت. مظبوط. بتسبقه ازاي؟ انا نفهمك ولا مؤاخذه، لان فوق كل ذي علم عليم. اتفضل. حضرتك بتشوف البرج الاول ولا بتسمع الرعد؟ لا بشوف البرج. شاطر. اهي النفاسه زي البرج وبتسبق الرعد. كويس قوي. وفوائدها ايه بقى؟ انا نفهمك. يعني لما اكون انا في مصر وعاوز نروح بلاد الهند نقطع المشوار في غمضة عين، نص كلمة، يعني اوصل هناك قبل ما اقول انا عاوز نروح هناك، يعني ما اقول انا عاوز القى نفسي وصلت هناك. كده بلا مؤاخذة يا فندي، وفوق كل ذي علم عليم. افتري على الضعيف، يعني لو لقيت حد هناك امكانياته اقل منك عايزك تستعرض مهاراتك عليه وتبين نفسك جامد قدام الناس كلها على قفا الواد ده. الحمد لله لسه في خير في الدنيا. السلام عليكم. ايه يا عم القلاطه دي؟ بيقول السلام عليكم ولا انت الصوت مش واصل لكم تحت؟ انا عايز اقول لك على حاجه، نصيحه تعيش بيها بقيه عمرك. احنا بقينا في غابه يا صاحبي، والطويل فيها بياكل القصير. دلوقتي مرحله الاشتباك البدني. هوبا سوري. تعال. وربنا انا محترمك عشان الرجاله الكبار اللي قاعده دي. طبعا مش محتاج اقول لك ان من اهم شروط القبول وهو انك يبقى معاك واسطه، مش اي واسطه، لا واسطه كبيره قوي. وادي كارت اكبر واسطه فيك يا مصر. حضرتك داخل لي بواسطه. يا خواجاتنا يا واسطه، تحب اعمل لك الرعشه ولا القبه؟ اعمل لك ايه؟ عايزك كل دقيقه كده تحشر لي كلمتين انجليزي في وسط كلامك، حتى لو انت حمار في الانجليزي ومالكش فيه خالص، بس اهم حاجه تبين للشخص اللي قدامك ان انت مثقف وواعي. My name is this is أحمد. ايه؟ My name is أحمد. احمد ايه؟ أحمد years old. 30 and salary 8000. واخيرا بقى، لو كل الحلول دي نفذت ومفيش اي حاجه نفعت، مفيش غير حل واحد بس. ابوس ايدك يا بتشغلني زي بس ابوس ايدك ابوس ايدك. انا ابويا معاش مبكر، قاعد في البيت، امي جالها جنان مبكر، وانا خايفه اموت مبكر قبل ما اشتغل. ابوس ايدك شغل، يعني تداولوا مع بعض في النهايه تشغلوني. ابوس ايديكوا يا ناس.